عمرك سمعت عن كوخ معمول من التلج؟ كوخ غريب كده، لا فيه طوب ولا خشب، بس بيحمل اللي جواه من أبرد مكان على وش الأرض. تخيل إنك واقف في وسط جليد لا بيدوب ولا بيرحم، والبرد بيورص في وشك كأنك واقف قدام تلاجة مفتوحة على الآخر. وتلاقي الإسكيمو عايشين جوا كواخ من التلج مبسوطين كمان. إزاي؟ إزاي التلج اللي بنرتعش منه هما بيعيشوا جواه مرتاحين؟ السر ده مش خرافة ولا لقطة من فيلم، ده عبقرية بشر قدروا يحولوا التلج اللي حواليهم لوسيلة نجاة. في الفيديو ده هنسافر سوا للقطب الشمالي عشان نكتشف سر البيوت اللي اتبنت من التلج، وازاي بقت رمز للبقاء في أقصى مكان على الكوكب. بس قبل ما نبدأ، حط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. أغلب المشاهدين بيشاهدوا الفيديوهات بدون ما يحطوا لايك. ادعمنا بلايك وشير للفيديو. القطب الشمالي واحد من أبرد وأصعب المناطق على كوكب الأرض، من ساحل أمريكا الشمالية لحد شمال شرق سيبيريا، منطقة كلها جليد وصقيع. ومع ذلك في شعب قديم عرف يعيش هنا، شعب الإسكيمو أو الإينوت. الناس دي من آلاف السنين متعودين على البرد الشديد، ما بيقدروش يعيشوا من غير ماوى. الإسكيمو أو الإينوت عاشوا طوال حياتهم وسط الجليد، في مكان مفهوش مدن ولا شوارع ومفهوش أي مرافق. بس مع كل القسوة دي عرفوا يعيشوا وينسجموا مع البيئة المحيطة بيهم. الجو هنا شديد البرودة، في الشتاء ممكن يوصل الصقيع ل50 درجة تحت الصفر. أي حد بيعيش في حرارة زي دي محتاج ماء يحميه. لكن هنا التلج اللي هو اللي متوفر بس، لا خشب ولا طوب ولا أي حاجة تانية. علشان يعيشوا وسط الصقيع الإسكيمو ابتكروا حل عبقري: البيوت الجليدية أو الإجلو. البيوت دي شبه القبة، كلها مبنية من كتر التلج اللي عندهم. الغريب إن التلج اللي احنا بنرتعش منه بيقدر يحافظ على الدفء جوه البيت. السر في الهواء اللي محبوس جوه التلج. الهواء عازل طبيعي للحرارة، وده اللي بيخلي الحرارة جوه الإجل ما تهربش لبره. حتى لو درجة الحرارة بره -50، جوه البيت ممكن توصل ل10 أو 15 درجة مئوية. ده سخن بالنسبة للظروف دي. وكمان شكل البيت مش عشوائي، الأرضية بتكون على مستويات: مدخل منخفض، ومنطقة للطبخ أو النار في النص، والمستوى العلوي للنوم. طيب ليه؟ لأن الهواء الساخن بيرتفع لأعلى والبارد بينزل لتحت، وبكده الحرارة تتجمع في المكان اللي الناس بتنام فيه، والجدران العازلة بتمنع أي تسرب. النتيجة بيت صغير من التلج قادر يحافظ على الدفء في أقصى مكان بارد على كوكب الأرض. التلج بالنسبة للإسكيمو مش مجرد مادة بيضة بنمشي عليها، ده علم كامل وخبرة عريقة تراكمت عبر آلاف السنين. عندهم أنواع كتير جدا من التلج، وكل نوع ليه اسم وخصائص مختلفة. في نوع مشهور اسمه التلج الصلب المغبر، وده المفضل للبناء. السر فيه مش بس إنه صلب، ده كمان مليان بالهواء، حوالي 90% هواء و10% مية مجمدة. والهواء ده مش أي هواء، ده عازل طبيعي للحرارة. يعني الحرارة اللي جوه الإجلو بتفضل محتجزة وما بتهربش للخارج، حتى لو البرد بره قاتل. الإسكيمو عندهم قدرة غريبة على معرفة التلج الجيد في بناء الأكواخ، بيعرفوا إمتى يكون مناسب للبناء وإمتى لأ. كل كتلة تلج لها دور، وكلها بتتجمع عشان تشكل جدار صلب وعازل ومتين. حتى مع مرور الزمن والتقدم التكنولوجي مفيش حد اكتشف طريقة أفضل من الطريقة التقليدية للإكلو. القبة الحلزونية مش مجرد شكل، هي هندسة عبقرية بتوزع كل الضغط على الجدران، وتمنع انهيار البيت تحت وزن التلج أو هبوب الرياح الشديدة. داخل الكوخ مقسم لمستويات: مدخل منخفض، ومنطقة وسط للطبخ والنشاطات، والمستوى العلوي بيكون للنوم. التصميم ده مش عبث، كل مستوى ليه وظيفة. الهواء الساخن بيرتفع لفوق والبارد بينزل لتحت، والنتيجة سكان البيت دايما في جو دافي، والبرد القارس بره ملوش أي تأثير. يعني حتى لو درجة الحرارة بره -50، جوه الكوخ بتتراوح من 10 ل15 درجة مئوية. العبقرية هنا مش بس في التلج أو الشكل، ده مزيج بين فهم طبيعة المنطقة وخبرة الإنسان، وملاحظة دقيقة لكل تفصيلة. الإسكيمو اتعلموا إن كل كتلة تلج تحطها ليها مكانها الصحيح، كل زاوية محسوبة وكل فجوة لها وظيفة. حتى اختيار الوقت المناسب للبناء، كل موسم وله ظروفه، كل حاجة محسوبة بعناية. يعني مبنى الإجلو مش بس ماوى، ده ابتكار عبقري من التكيف البشري مع أقصى الظروف على كوكب الأرض. بناء الإجلو مش عملية عشوائية، ده فن متقن. الإجلو الصغير بيستغرق حوالي 3 ساعات بناء،
أما الإجلو الكبير اللي بيكفي عيلة كاملة ممكن ياخد يومين أو أكتر. السر مش بس في اختيار التلج، ده كمان في الطريقة اللي بيترص بيها. بيبدأ بالقاعدة كتلة كتلة بشكل دائري، بعد كده بيصعدوا بطريقة حلزونية، كل طبقة فوق التانية لحد ما القبة تكتمل. الفتحات بين الكتل صغيرة جدا، ومعاها جدران سميكة عازلة للحرارة. حتى المدخل معمول منخفض عشان البرد ما يدخلش والهواء الدافئ يفضل جوه. المستوى الأوسط فيه المكان المخصص للنار أو الطبخ، حرارة النار بتطلع للأعلى وتدفي كل الكوخ. وعلى مستوى ده المكان المخصص للنوم، الجو فيه بيكون دافي ومريح. الطريقة الحلزونية مش بس للثبات، ده بتخلي الإجلو يتحمل كل الرياح والعواصف. النتيجة بيت من التلج مقاوم ومستقر، وعازل للحرارة بشكل مذهل. مع الوقت الإسكيمو بقوا خبراء، يعرفوا يحددوا أفضل تلج وأفضل زاوية وحتى أفضل تصميم، وبكده يقدروا يعيشوا وسط الطبيعة القاسية بكل بساطة وذكاء. لو ركزت شوية في فكرة الإجلو هتكتشف إن الإسكيمو مخترعوش حاجة جديدة من العدم. الهواء اللي محبوس جوا جدران التلج مش مجرد فراغ، ده السر كله. التلج نفسه موصل ضعيف جدا للحرارة، ولما يتم ترتيبه بالشكل الدائري ده بيتحول لعازل ممتاز للحرارة. الهواء اللي محبوس بين بلورات التلج بيكون طبقة بتمنع برودة الجو من الدخول وتحتفظ بالدفء جوه الكوخ. وده نفس اللي بيعمله جسم الإنسان لما يلبس هدوم شتوي فيها بطانة هوا. تعالوا نبص بقى على الطبيعة. القطاع البحرية مثلا حيوان صغير بيعيش وسط الجليد والمية المتجمدة، وما عندوش لا جلد سميك ولا دهون كتير تحميه، ومع كده دايما تحس إنه مرتاح ومبسوط وهو طالع نازل في المية. السر في الفرو بتاعه. الفرو بتاعه ناعم جدا ومليان شعرات دقيقة بتلبس جزيئات الهواء بين الطبقات، وده بيكون بطانة حرارية طبيعية تمنع الحرارة من إنها تتسرب برا الجسم. الحيتان كمان عندها نفس الفكرة لكن بطريقة مختلفة. الدهون السميكة اللي بتغطي جسمها بتعمل كدرع حراري يحافظ على حرارة جسمها في المية المتجمدة. حتى الطيور القطبية زي البطاريق عندها ريش خارجي بيطرد المية وريش داخلي بيحبس الهواء الدافي. اللي شاف بيوت الإسكيمو لأول مرة يمكن يكون افتكر إنهم عايشين في عذاب وسط الجليد، بس الحقيقة هم لقوا راحتهم هناك. الكوخ الصغير اللي معمول من التلج بقى رمز للذكاء البشري والبساطة اللي فيها عبقرية. التلج اللي الناس بتخاف منه هم استخدموه كدرع يحميهم. الإجلو مش مجرد مأوى، ده درس في الفهم والتكيف مع الظروف البيئية القاسية. النهاردة يمكن التكنولوجيا بقت بتدفينا بكبسة زر، بس فكرة الإجلو بتفكرنا إن الإنسان من زمان بيحاول يتأقلم مع الطبيعة بأسلوبه الخاص. مفيش حاجة اسمها مستحيل، في عقل بيفكر وقلب مؤمن وإرادة مش بتستسلم. وفي النهاية لما تشوف كوخ معمول من التلج ما تضحكش، اسأل نفسك بدل كده، إزاي عرفوا يعيشوا جوه المستحيل؟ القارة القطبية والإسكيمو والهيجلو كلها شهادات بتقول إن الإنسان لما يكون عنده إرادة وما يستسلمش يقدر يتكيف مع الظروف البيئية المحيطة. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. شاركونا رأيكم في التعليقات، إيه أكتر حاجة عجبتكم في موضوع النهاردة؟ ولو عندكم موضوعات غريبة أو أسرار تاريخية عاوزيننا نحكيها اكتبوها في التعليقات. ولو لسه جديد في القناة ادخل شوف الفيديوهات القديمة هتلاقي مواضيع كتير هتعجبك. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو، ونشوفكم على خير في فيديو جديد.